السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يكون الجميع بخير وفي حالة جيدة. اليوم إن شاء الله رايح نشرح أفضل طريقة يعني للحصول على تأشيرة إسبانيا عن طريق الدراسة في إسبانيا. دراسة اللغة الإسبانية. وننصح أي شخص يعني يفكر في الهجرة غير شرعية، اللي راح يخسر يعني أمواله في وجهة مجهولة. يعني أنا ننصحه أنه يسجل في أي معهد أو جامعة، اللي راح نشرح بإذن الله يعني بعد دقائق. راح نشرح كيفية التسجيل. يعني نصيحة: يسجل اللغة الإسبانية، وبهذه الطريقة راح يتحصل على إقامة يعني لمدة سنة بطريقة قانونية، أفضل من أنه آه، يهجر يعني بطريقة غير شرعية، يعني في قوارب الموت كما نعرفه كامل، أو أي بطريقة، أي طرق يعني الغير شرعية المعروفة خاصة في المجتمعات شمال إفريقيا، يعني مثل الجزائر وتونس والمغرب. فأنا ننصح أنك تستثمر أموالك يعني بخطة ناجحة وتفيدك في المستقبل للحصول على الجنسية، يعني سواء الإسبانية أو إن كان لديك أهداف أخرى، يعني تدخل إسبانيا وعن طريق إسبانيا أن تذهب إلى دولة أخرى بطريقة قانونية. فهذا قبل أن أبدأ الشرح أتمنى منكم الدعم، لأنه بكل صراحة للأسف سوف يتبقى أيام فقط لينتهي السنة من فتح هذه القناة. كما يعلم متابعيني القدم أن القناة الأولى تمت سرقتها من طرف مجهول، وهذه القناة لم تستوفي بعد معايير الربح من جوجل أدسنس. يعني ليكون صريح معكم، يعني أنا فائدتي فقط الربح من جوجل أدسنس. لحد الساعة يعني لم أستوفي المعايير، لم أصل إلى 1000 مشترك وعدد الساعات المتبقية بعد. لذلك أتمنى من كل إخوتي يعني الذين استفادوا من المعلومات التي أقدمها دعمي لأصل 1000 مشترك. أي شخص يشاهد هذا الفيديو أتمنى منه الدعم، وأنا يعلم الله أنني أبذل مجهود يعني لمشاركتكم المعلومات من مصادر موثوقة. نبدأ على بركة الله الشرح. آه، كما ترون في الشاشة، آه، هذه كل الجامعات والمعاهد الموجودة في هذا الموقع. يعني سوف أترك رابط الموقع، يعني عند دخولك إليه على الفور سوف تدخل إلى المجموعات التي أو الجامعات والمعاهد بدون البحث في وسط الموقع. يعني أنا اختصرت لكم الوقت بدون أن تذهب إلى هنا وتبدأ بالبحث عن الجامعات. قمت يعني قبل بدء تسجيل الفيديو قمت بالدخول مباشرة إلى الجامعات والمعاهد الموجودة في هذا الموقع. كما ترون هنا كل المعاهد تجدونها أسفل. كما ترون هنا آيل مدريد، يعني جامعة في مدريد. وهذه جامعة في برشلونة. كما ترون هنا فيوركا، جامعة في مدريد أيضا. سوف نقوم يعني بترجمة الموقع ليكون في متناول الجميع، وسوف أشرح كيفية التواصل مع الجامعة أو المعهد إن وجد. نصيحة ثانية يعني للأشخاص الذين يريدون يعني الدراسة يعني بأرخص الأسعار، فهذا يعني آه، يتطلب منكم الدراسة يعني في المدن الصغيرة. يعني كما نعلم جميعا في أي دولة كل المدن الكبيرة يعني تكون غالية من ناحية المعيشة. كذلك الدراسة تكون الأسعار أغلى من المدن الأخرى. يعني أنصح للأشخاص الذين يريدون يعني أرخص الجامعات أو المعاهد التي تدرس اللغة الإسبانية، يعني يبحثون في جنوب إسبانيا وفي المدن الصغيرة. يعني بدل من أن تدرس في إسبانيا في مدريد عفوا، بإمكانك أن تدرس يعني في مدينة أخرى بأسعار مختلفة، يعني أرخص من الدراسة في مدريد. سوف أعطي مثال عن كيفية التواصل مع الجامعات. مثلا سوف ندخل هنا إلى جامعة مدريد.
سوف نقوم بفتح علامة تبويب جديدة كما ترون هنا، وسوف نذهب إلى هذه الجامعة مثلا في برشلونة أيضا، وهذه الجامعة الثالثة تجدونهم جميعهم في عملية التبويب. مثلا هنا هذه الجامعة الأولى آيل مدريد كما ترون هنا. هذا يعني نبذة عن وصف الجامعة. هي مدرسة معتمدة من قبل معهد آيل مدريد. يعني هي على ما أعتقد أنه عدة معاهد ينتسبون إلى آيل مدريد، يعني معهد كبير في مدريد. كما ترون هنا الأسعار تبدأ من 190 يورو. هذا كله لا يهم. كيف تتواصل مع الجامعة وكيف تعرف يعني الأسعار يعني لمدة سنة؟ سوف تذهب هنا إلى أسفل الجامعة. كما قلت يعني في بداية الفيديو، هذا الموقع يعني شركة خاصة اقتصادية، يعني معترف بها من قبل وزارة التعليم الإسبانية. ولكن كما نرى في الشاشة، هذا هو المعهد الأول الذي قمنا باختياره، هو معهد آيل في مدريد. يعني باختصار سوف نستغل هذا الموقع يعني للبحث عن المعاهد والجامعات بطريقة خاصة. يعني أراها أفضل وأسهل طريقة للتواصل مع الجامعات لوحدك ولتسجل وحدك. يعني لديك خيارين. الخيار الأول إما أن تقوم بالتسجيل في هذا الموقع الظاهر يعني في الشاشة. كما قلت هو شركة يعني خاصة معترفة من طرف وزارة التعليم الإسبانية. يعني إما أن تسجل في هذا الموقع وهو يكون واسطة بينك وبين الجامعة أو المعهد الذي ترغب في دراسة فيه، أو تقوم بالخيار الثاني الذي أنصح به دائما، يعني أن تقوم بالبحث لوحدك وتقوم باستغلال الموقع يعني من أجل التسجيل لوحدك، الوصول إلى المواقع الرسمية لأي معهد أو جامعة. أول شيء يعني تقوم به، الطريقة الأولى هي أن يعني ترى هذا الوصف للمعهد قبل أن تقوم بالبحث عن الموقع الرسمي لهذا المعهد. يعني في البداية يمكن أن يكون غير مناسب لك يعني الدراسة في هذا المعهد، لكي لا تتعب نفسك وتختصر الوقت. سوف نذهب إلى أسفل المعهد. تجدون جميع الخدمات التي يقدمها هذا المعهد. قبل أن نبدأ البحث عن الموقع الرسمي، سوف نرى ما هي تكاليف الدورة كما ترون هنا، إن كانت مناسبة أو لا في البداية. يعني إن وجدت هذا المعهد يناسبك من ناحية التكاليف، سوف تعود إلى هنا والدخول إلى الخريطة. كما ترون هنا هذه هي خريطة المعهد في مدريد. سوف تدخلون إلى الخريطة. أنا فقط أقدم مثال. تقومون للدخول إلى الخريطة، ومن هنا سوف تجدون في الأسفل الموقع الرسمي للمعهد. وبهذه الطريقة تدخلون إلى الموقع الرسمي للمعهد وتتواصلون معه شخصيا، يعني بدون أي واسطة. إما وجدت، يعني سوف نعود إلى المعهد كما ترون هنا. إن وجدت يعني المعهد غير مناسب وتكاليف الدراسية يعني غالية نوعا ما، بإمكانك البحث واختصار الوقت في البحث عن معهد آخر في مدينة أخرى تكون أرخص. يعني كما أرى صراحة هذا المعهد يعني غالي نوعا ما للدراسة سنة اللغة الإسبانية. كما ترون تقريبا لمدة سنة 8160 أورو، يعني أراها غالية. أنصح دائما بالبحث، يعني تكثيف البحث حتى تجدون يعني معهد أرخص. كما ترون هنا ملاحظة أخرى، يعني أنصح دائما الراغبين يعني في التسجيل
للسنة الدراسية في إسبانيا، دائما قم بالتسجيل لمدة 6 أشهر وما فوق، لأن ذلك سوف يفيدك يعني، وتكون حظوظك أكبر للحصول على تأشيرة الدراسية في إسبانيا. وأيضا تكون لديك فرصة يعني لإقامة في إسبانيا بطريقة قانونية يعني أكثر من 6 أشهر. يعني مثلا لو سجلت لمدة سنة واحدة، سوف تكون لديك إقامة لمدة سنة في إسبانيا. هذا سوف يفتح لك أبواب كثيرة، يعني بإمكانك المكوث في إسبانيا لمدة سنة والبحث عن عقد عمل. كل شخص يعني لديه أهداف، لذلك أنصح دائما التسجيل لمدة سنة واحدة لكي تستفيد أكثر. أتمنى الشرح يعني كان في متناول الجميع. هذا المثال الأول. كما قلت تقومون بالدخول إلى الخريطة كما كنت أشرح قبل قليل، يعني ومن الدخول إلى الخريطة حتى تجدون الموقع الرسمي كما فعلت أنا قبل قليل، وتتواصلون مع المعهد. إن وجدت هذا المعهد يعني لا يساعدك يعني وغير يعني لا تهتم به باختصار، سوف تذهب إلى البحث عن جامعات أخرى كما فعلت أنا. قمت بالبحث عن 3 جامعات مثلا. هذه الجامعة أو المعهد لا أعلم، متواجدة أيضا في مدريد. يوريكا، مدرسة إسبانية لها هدف واحد، اللغة الإسبانية في مدريد، يعني هي مهتمة بتدريس اللغة الإسبانية في مدريد. كما ترون هنا سوف نعمل نفس الطريقة الأولى كما فعلنا مع معهد آيل. تذهبون إلى هنا وترون تكاليف الدراسة. هذا نوعا ما أرخص من المعهد الأول، يعني لمدة سنة واحدة 6930 أورو، مقارنة بالمعهد الأول هي آيل مدريد، هذا أرخص نوعا ما. وهكذا وتذهبون إلى الخريطة، وهكذا نقوم بنفس الطريقة الأولى، الدخول إلى الخريطة، ومنه نجد الموقع الرسمي للمعهد في الإنترنت. يعني تقومون بالدخول إلى الموقع الرسمي للمعهد والتواصل معهم مباشرة بدون يعني واسطة. تقومون التواصل معهم عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الواتساب. دائما أنصح بالبريد الإلكتروني لأنه مجانا، ويعطيك فرصة يعني لكتابة الرسالة التحفيزية بدون أخطاء. يعني لديك فرصة للتواصل معهم عن طريق البريد الإلكتروني. هذا هو الشرح. أتمنى من الجميع أن يكون استفاد من الشرح. ولكل أشخاص يعني يرغبون بالدراسة يعني بأرخص التكاليف، كما قلت في بداية الفيديو، دائما ابحثوا هنا عن المدن الصغرى. يعني اجتنبوا المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة إن كنتم يعني ترغبون يعني في تكاليف أقل. كثفوا البحث حتى تجدوا المعهد الذي يناسبكم. بهذه الطريقة يعني تجدون المعاهد الأرخص بالنسبة للدراسة اللغة الإسبانية في إسبانيا. ونصيحتي كما قلت قبل قليل، يعني أنصح أن تقوموا يعني بالتسجيل لمدة سنة لتكون لديكم فرصة للمكوث في إسبانيا يعني لمدة سنة، إقامة لمدة سنة بطريقة قانونية. هذا سوف يفيدكم يعني في المستقبل، يعني للأشخاص الراغبين في العيش في إسبانيا. تستفيدون يعني أولا من تعلم اللغة، وثانيا تكون لديكم سنة كاملة للبحث عن عمل، يعني عن عقد عمل أو الزواج في إسبانيا. يعني تكون لديك فرصة لمدة سنة يعني وأنت تتواجد في إسبانيا. سوف تفتح لك أبواب كثيرة للحصول على الجنسية الإسبانية عفوا. لذلك نصحتكم يعني باختيار سنة للدراسة في دورة خاصة باللغة الإسبانية. أتمنى منكم الدعم، ولكل الراغبين يعني
في الدراسة اللغة الإنجليزية في هنغاريا. إن وجدت يعني عدة أشخاص راغبين، سوف أشرح بإذن الله في الفيديو القادم عن كيفية دراسة اللغة الإنجليزية في هنغاريا. هي أيضا طريقة للدخول إلى الأراضي الهنغارية يعني بطريقة قانونية، ودراسة اللغة الإنجليزية. الأسعار يعني نوعا ما أرخص من إسبانيا، لأن كما نعلم هنغاريا يعني من الدول الذي لو نقارنها يعني بإسبانيا وفرنسا وكل دول الاتحاد الأوروبي، يعني هي الأرخص من بين دول الاتحاد الأوروبي. آه، هذا هو الشرح. أتمنى منكم الاستفادة من هذا الفيديو، وكما قلت أتمنى منكم الدعم لكي أصل يعني 1000 مشترك في هذه الأيام، وشكرا.